وهي ساقعه كده هتجيبيها هنا تعملي كده اهو وهي ساقعه. خلاص النهارده جايبه لكم وصفه جباره يا بنات. الوصفه دي عن الهالات السوداء اللي تحت واللي فوق، اللي اغلبنا طبعا بسبب الانيميا بقى، بسبب مشاكل كتير، السهر والنوم المتقطع والكلام ده كله، مخلي عندنا المنطقه دي متدمره. احنا المنطقه دي الماسكات ما ينفعش ان احنا نحطها، يعني مش اي ماسك ينفع ان احنا نستخدمه حوالين العين. والكريمات الجاهزه والحاجات دي ممكن بتجيب نتيجه طبعا وكل حاجه، بس ممكن في بعض الانواع مثلا او الحاجات بتزود الخطوط شويه، بتاثر، بتخلي يحصل تجاعيد مبكره. احنا عاوزين برضو حاجه طبيعيه وفي نفس الوقت حاجه مش مكلفه، يعني ما تكلفناش واقدر استمر عليها. ما انا لو جبت الكريم الغالي ممكن استخدمه مره 2 3 10، بعد كده هاجي وقت ممكن ما اقدرش اجيبه مثلا. فالحاجه الطبيعيه لما تستمري عليها احسن. انا طالعه لكم بنفس لبسي اللي كنت بعمل بيه ماسك بتاع تفتيح البشره، عملت لكم ماسك. الماسك اهو اللينك بتاعه ده للتفتيح. فقلت طيب ما اعمل الاول الهالات وبعدين اعمل التفتيح، بحيث ان كله يبقى البشره بقى منوره كده بقى وفاتحه وتحفه يعني. فقلت اعمل لكم الفيديو ده عن الهالات، لان حتى الاكونت عندي على التيك توك ناس كتير قوي كانت عماله تسالني على موضوع الهالات، ونزلت انا قبل كده وصفه هناك عن الهالات، كله قاعد يقول لي طب في بديل مثلا لكذا، في بديل لكذا. فقلت اشوف لكم اسهل وصفه عن الهالات، وهو مكونين البن، معلقه من بن التركي، القهوه التركي. بلاش النسكافيه علشان النسكافيه طبعا النسكافيه مش مقاطعه، يعني نسكافيه عادي زي مصر الكافيه والحاجات دي، بس المسمى اسمه نسكافيه. بلاش علشان بيبقى حبيبات تخينه، واحنا المنطقه دي عاوزين حاجه تبقى بودر قوي. لو انت بقى هتاخديه وتقعدي تطحنيه ما عنديش مشكله. عاوزه حاجه انا فيها كافيين، لان الكافيين بيخلي المنطقه دي تنور حرفيا. فعلا المنطقه دي بتبقى منوره بسبب الكافيين، مع ان الكافيين في الاصل هو اللي بيدمرها، لكن سبحان الله الكافيين لما بيتحط عليها بيفتحها لدرجه انت مش متخيلها. يبقى انا عندي معلقه البن التركي ومعلقه زبادي. ممكن بديل الزبادي؟ ممكن معلقه عسل نحل الابيض كويس، بس الزبادي بيرطب اكتر، بيعلي الترطيب اكتر واكتر، وبيدي المنطقه بتبقى فاتحه قوي. لو انت استمريتي على الوصفه دي مره واحده في الاسبوع، في ماسكات بقولك ممكن تستخدميها مرتين 3 في الاسبوع، لا ده مره واحده في الاسبوع، علشان المنطقه دي احنا مش عايزين ليها اجهاد زياده، عايزين نتعامل معاها بحساسيه قوي. المنطقه دي بالذات اكتر منطقه بتبين العجز، بتبين لو في مثلا الخطوط بتزيد، بتبين لو في غمقان بتلاقي وش كله باهت. المنطقه دي اكتر منطقه لو انت بتحطي ميك اب مثلا اكتر حاجه بتركزي عليها طبعا الماسكارا والكحل والافلام دي كلها من المنطقه دي، فبتغمق زياده، بتبقى زي يعني كلنا شبه الباندا. فاحنا عاوزين نفتح المنطقه دي بس بامان. هنا طبعا انا غاسله وشي 100%. يلا بينا نطبق الوصفه. بصوا بيبقى ده شكله، هو بيبقى تقيل كده، حتى لو انت حطيتي العسل هيبقى تقيل كده. بلاش حاجات زي مثلا الفازلين او الحاجات دي، الحاجات بتبقى تقيله قوي على البشره وممكن توسع لك الخطوط. يعني عندك خطوط، في ناس ساعات تقول لك حطي الفازلين، يعني في مثلا ماسك بفازلين حاجات داخل فيها فازلين، فاقول لك حطيه على وشك كله حتى هنا هيفتحها. يا حبايبي الحاجات دي خطوط، لو انت حطيتي بتدي وسع، بتخلي المنظر يعجز، يعني بتعجزي عن اوانك زي ما بيقولوا يعني. بصي باي فرشه كده، ما عندكيش فرشه بظهر معلقه، شغلي نفسك بايديكي اي حاجه. وبتقفلي عينيكي وبتحطيها فوق عينيكي كده. برضو المنطقه دي يا جماعه تحسب من ضمن الهالات السوداء. شكلي طبعا عجيب، لكن مش مشكله، يعني الواحد لما بيعمل الماسكات دي بيتدارى في مكان، لكن هنا يعني الواحد ما شاء الله يعني اتفضح خالص يعني. بصوا المنظر، يعني ما يرضيش لا عدو ولا حبيب والله. شايفين المنظر كده؟ برضو انا عشان الحجاب فالدنيا مش متمكنه برضو، وبصف كاميرا الموبايل. انا اعمل التانية وارجع لكم تاني.
بس كده انا وزعته على قد ما اقدر. شكلي طبعا زي الزفت، بس هنعمل ايه؟ المهم نسيت اقولك ان ده ممتاز للانتفاخات، لو واحده عندها انتفاخات تحت العين ممتاز بيضيع الانتفاخات. طيب انا عملت اهو بقى ماسك، ارميه؟ لا. اشيله في التلاجة؟ لا. ليه؟ تفاعل الماسك بيبقى في وقتها، لما بتسيبيه في تلاجة او اي حاجه بيحصل له حاجه اسمها تخمير، في حاجات ممكن بكتيريا حاجات كده بتتفاعل مع بعض، ممكن تبقى ضاره لبشرتك لما تيجي تحطيها تاني. ممكن تستخدميه على ايديكي، على كوعك مثلا، على ركبك، اي حاجه يعني مشي حالك. ولادك، انا عندي ولادي ما شاء الله اي حاجه بتتبقى بياخدوها وهكذا يعني. بس بلاش فكره ان انا اعمل الماسك واشيله في التلاجة استخدم منه، مش حلو يا جماعه. زي هي مش تركيبه زيوت. تركيبه الزيوت للشعر ممكن اعمل كده، لكن الماسك اللي على البشره لا، ما ينفعش اعمل كده، بالذات لما تكون حاجات طبيعيه زي الزبادي والحاجات دي ما ينفعش. بالظبط حوالي 20 دقيقه وبعدين ابتدي اشطف وشي وهوريكم ازاي. ورجعت لكم بعد ما عدى 20 دقيقه. بصوا بقى، دي بتاعت اللي هي الميك اب. ممكن تجيبي قطن عادي، بس القطن يعني في مشكله ان ممكن الشعيرات بتاعته تدخل جوه المسام، يعني الخطوط بتاعت العين دي احسن. او ممكن منديل، اي حاجه عايزاها تدخل بس الفريزر ربع ساعه ولا حاجه قبل ما تبتدي الماسك، وهي ساقعه كده هتجيبيها هنا تعملي كده اهو وهي ساقعه. خلاص ده كده بعد ما عدى ايه 20 دقيقه وانا حاطه الماسك. هستنى على كده حوالي 10 دقايق كمان واشطفه وارجع لكم تاني. بعد ما عدى ال10 دقايق ودي خلاص السقايه اللي فيها بقى راحت خلاص اهو. هروح بقى ايه، هروح اغسلها. ويا جماعه وانتوا بتغسلوا انا مش عاوزه افرك، تغسلي بالراحه قوي، او المنطقه دي بالذات حساسه جدا ولازم تغسلي بالراحه قوي. هغسلها بميه فتره وارجع لكم تاني. رحت شطفته بميه فتره اهو، يثبت اهو ان انا شطفته اهو. يا جماعه اقسم بالله الماسك ده مش طبيعي، انتوا مش متخيلين. انا كان عندي الهالات هنا، انا بستخدم دايما الماسكات للهالات الاكتر هنا عندي بتفتح بدرجات، لان طبيعه بشرتي عندي الهالات اللي هنا اكتر من اللي تحت، فبتفتح بدرجات. لا ده فتح مثلا 3-4 درجات عن الطبيعي. لا حتى الكاميرا اقسم بالله مش مبينه حلاوته، غير طبعا النعومه والطراوه اللي فيها مش معقوله. انتي بس امشي على الخطوات اللي انا قلتها دي هتلاقي نتيجه مبهره. بيفتح في ساعتها يعني حرفيا. ده مثلا لو انت عندك مناسبه، لو انت عيد مش عارفه ايه وعايزه حاجه تفتح الهالات، لا يا جماعه استمروا عليه، ماسك ولا غلط. يا ريت ما تنسوش اللايك عشان يروح لحد تاني تستفاد منه، ويا ريت تنزلوا تحت في الكومنتات تصلوا على النبي، وارجوكم ان انتوا تدعوا ان شاء الله لاخواتنا بالفرج القريب باذن الله.